ولد الأكاديمي والكاتب والناقد المسرحي الجزائري صالح المبركية في 5 أبريل سنة 1948 بمدينة باتنا عاصمة الأوراس. دخل المبركية عالم الفن المسرحي مبكراً من خلال مشاركته في التمثيل ضمن الفرقة الطلابية حين كان طالباً يخضع للتكوين والتدريب في معهد المعلمين بباتنا. استمرت علاقته بالفن المسرحي في المدارس الابتدائية التي اشتغل فيها معلماً من خلال كتابة نصوص مسرحية تناسب سن الأطفال وعرضها في مناسبات مختلفة. في مرحلة دراسته الجامعية أعاد صالح المبركية شحذ مكتسباته وتعميق نظرته إلى المسرح وتوجيههما توجيها سليما، إذ شغل نفسه بالمطالعة وركز اهتمامه على الجانب النظري لهذا الفن الإبداعي. يعد صالح المبركية من أبرز وجوه المسرح الجامعي، حيث كان عضواً بأول فرقة مسرحية جامعية أسسها مصطفى كاتب سنوات السبعينات، كما ساهم في إرساء أسس هذا المسرح بباتنا من خلال مرافقته بالإشراف والتوجيه والتقدير. شارك المبركية في العديد من التظاهرات والمهرجانات الدولية والوطنية باعتباره عضواً في لجان تحكيم العروض المسرحية، منها عضو مؤسس للجمعية العالمية للمسرح الجامعي بلياج بلجيكا، مهرجان المسرح العربي بالقاهرة، المهرجان العالمي للمسرح الجامعي بتونس. تولى المبركية مناصب إدارية عديدة أهمها منصب مدير المسرح الجهوي لمدينة باتنا، منصب مدير المعهد العالي للفنون الدرامية ببرج الكيفان بالجزائر العاصمة. مثل صالح المبركية الجزائر أحسن تمثيل في المحافل الدولية من خلال مشاركته المتواصلة في الملتقيات والمهرجانات الدولية بأوروبا والوطن العربي، منها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مهرجان قرطاج الدولي بتونس، مؤتمر توفيق الحكيم بالقاهرة، ملتقى المسرح الجامعي بدكار السنغال، ملتقى حوض البحر الأبيض المتوسط لمعاهد الفنون المسرحية بدمشق سوريا، ملتقى الفن المسرحي بأثينا. نال صالح المبركية العديد من الشهادات التقديرية، منها شهادة تقديرية من وزارة الثقافة المصرية بالقاهرة سنة 1994، شهادة تكريم باعتباره واحدا من 10 أعلام المسرح العربي بالقاهرة سنة 2000. أشرف المبركية على دورتين في الماجستير في الفن المسرحي، الأولى سنة 2005 والثانية سنة 2007 لحوالي 30 طالباً، أغلبهم اليوم أساتذة جامعيين في جامعات الجزائر. يعد صالح المبركية من الكتاب الجزائريين الذين آثروا الكتابة للمسرح، حيث أنتج نصوصاً إبداعية مسرحية تناول فيها الكثير من القضايا والمسائل الاجتماعية والسياسية، أثرى بها المكتبة الوطنية على غرار الفلقة، النار والنور، الزلقة، الشروق والقضية، ومسرحية شجرة للأطفال، وكذلك مسرحيات إذاعية وأوبرات مصطفى بنبلعيد. كما أصدر كتباً توثيقية عن محمد التوري وعبد الحليم ريس، ليمتد عطاؤه إلى دراسات مسرحية مثل كتاب بناء الشخصية في مسرح ألفريد فرج، وكتاب المسرح في الجزائر الذي يعد واحداً من أهم المؤلفات باعتباره مرجعية تاريخية هامة للطلبة والباحثين المهتمين بالمسرح الجزائري. توفي صالح المبركية مساء يوم الجمعة 3 من شهر أبريل سنة 2015 بمدينة باتنا بعد معاناة مع مرض عضال. يسدل الستار على مسيرة حياته الحافلة بالبذل والعطاء، حيث ترك وراءه مساراً مشرفاً وإرثاً خالداً سيظل به حياً على مر الأجيال.